در این ورزشگاه انتظار هستیم. بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان بالنسبة لنا هي المباراة الثانية، هي المباراة التحضيرية الثانية. احنا صرنا فقط اسبوع متجمعين. لعبنا مباراة مع الأردن فزنا 1-0، لعبنا المباراة الثانية مع طاجكستان فزنا 3-2. بعتقد انه بمباراتين نسجل 4 أهداف يدخل علينا هدفين، يعني شيء جيد كبداية للمنتخب السوري. این در تمام یک هفته پیشتر ما بچه‌ها رو جمع کنه. این بازی دومی رسمی ما میباشد، یعنی بازی رفیقانه. پیش از این ما با منتخب یزدان بازی کردیم، یک کنال بریدیم. یعنی امروز تاجیکستان رو بریدیم 3-2. یعنی در دو بازی 4 زدن، یعنی 4 گل دادن. این هم البته یک چیز طبیعی است برای ما. طبعا المباراة ما كانت سهلة، المباراة كانت صعبة، كان فيها روح تنافس بشكل كثير قوي. درباره بازی رو گفتم که بازی آسان نبود، البته بسیار وزنی بود. اگر بسیار وزنی بود یعنی مشکلی آور برای ما، لكن عرفنا كيف نتعامل مع كل لحظة من لحظات المباراة باستراتيجية جيدة. من توانستم که مثلا هر آن لحظه که در هر آن Я думаю, что у нас нормальный был план на игру. Единственное, на сегодняшний день действительно сирийцы, еще раз повторю, очень команда мне очень понравилась. Игроки быстрее, чем наши, технически оснащенность выше. Несмотря на это, все равно мы могли не проиграть этот матч, хотя они попали еще 2 раза в штангу. Но, к сожалению, моменты футбол не считается, только голы. При удачном раскладе, забег Амракулу в гол, я думаю, что даже они нас переигрывали, мы могли сыграть ничего. Могли выиграть? Я думаю, что нет. На сегодняшний день опыта у них больше. Квалифицированные футболисты.